ليه دايما الشهوة بتغلبك حتى وانت عارف انك لازم تلتزم؟ السؤال ده كل الناس بتسأله في سرها. ليه مهما نحاول نمسك نفسنا بنضعف في لحظة؟ الحقيقة ان الشهوة مش مجرد رغبة عابرة، دي قوة بتلعب على ضعفك وبتستغل لحظات فراغك وعدم سيطرتك على نفسك. لكن في نفس الوقت القوة دي تقدر تتحول من عدو لصديق. ازاي؟ لما تبدأ تسيطر عليها بدل ما هي تسيطر عليك. في ناس شايفة إن مقاومة الشهوة صعبة جدا، وده صح، الصعوبة موجودة، لكن في جانب تاني، إن كل مرة بتنجح تتحكم في نفسك بتكتسب قوة جديدة، ثقة جديدة، وبتقرب من الشخص اللي انت عايز تكونه فعلا. البعض يقول إن كبت الشهوة بيخلي الواحد مضغوط، وده ممكن يكون حقيقي لو اعتمدت بس على المنع، لكن لو شغلت نفسك بهدف، برسالة، بإنجاز، هتكتشف إنك مش محتاج تقاوم طول الوقت، لأن طاقتك اتوجهت لحاجة أعظم. تخيل نفسك بعد سنة وإنت الشخص اللي ما بقاش عبد لرغباته، الشخص اللي بقى عنده سيطرة على نفسه، اللي كل الناس بتقول إزاي قدر يتغير بالشكل ده. صدقني التغيير مش مستحيل، هو بس محتاج بداية حقيقية، ومحتاج إنك تؤمن إنك تستحق تكون أقوى من شهواتك. ولو وصلت معايا للنهاية فأنا عايز منك دعم بسيط، اعمل لايك واشترك في القناة عشان نكمل رحلتنا سوا ونوصل لأقوى نسخة من نفسنا.